العوض لكل ما هو مفيد، اشتركي ولايك وتعليق حلو منك. انا لسه منزله فيديو كبير عن علاقه الهوايه بالصحه، وقلت ان هوايه الصابون، عمل الصابون الطبيعي، بتستهلك وقت وبتخليكي تنسي تفكري في الاكل، وبالتالي هتسيطري على مقاومه الانسولين، او هتسيطري على الشهيه اللي انت مش عارفه تسيطري عليها. انا كنت في الفيديو الكبير قلت ان انا قسمت الصابون وعملت صابونة فحم. النص التاني عملته صابونة الرز ومعاها يعني الرز مع الشيح او البابونج. اولا البابونج، شيح البابونج ده بيكون ليه تأثير حلو قوي على الشعر، خصوصا الناس اللي ابتدى شعرها يبقى فيه ابيض، فبتوقف عملية انه ينتشر الشعر الابيض اكتر من كده. والشيح عموما ليه تأثير حلو قوي على الشعر، بيخليه لامع، خصوصا الناس اللي زي كده كبار في السن. وانا عامله لي الحاجه ملاك، فطبعا هيساعدها ان الشعر يبقى لامع، والشعر يبقى يعني يتوقف عن ان الشعر يبيض اكتر من ما هو ابيض يعني. ولو انت حاطه بقى الوان او حابه تحطي حنه او حاجه، استخدامك للصابون ده بيخلي الحنه تثبت او اللون يبقى كويس. نسيت اقول لكم برضو في الفيديو الكبير ان الاضافات، كل كيلو من الصابون بتحطي له معلقه اضافات، معلقه كبيره، معلقه اكل ممسوحه، مش معلقه يعني يعني كبيره، لا معلقه ممسوحه. فانا حطيت على جزء بتاع الفحم. ثواني معايا اهو يا جماعة، ده صابون الفحم، وحطيت على كيلو الصابون، الجزء اللي انا قسمته هو عبارة عن كيلو، فحطيت عليه معلقة كبيرة، معلقة اكل كبيرة ممسوحة من الفحم. وهنا اضافة صابونة الرز وشيح البابونج، حطيت معلقة ممسوحة من طحين الرز مع الشيح. يعني معلقة ممسوحة دي بتكون كافية وبتديكي التأثير الطيب. يا رب تستمتعوا بالفيديو الكبير، واللي انا نسيت اقوله لكم قلته لكم هنا. وبرده وزن زيت جوز الهند، انا قايله لكم وزن الدهن، وقايله لك وزن زيت الزيتون، وقايله لك وزن الزبده، وقايله لك وزن اللي هو الزيت، وقايله لك وزن زيت الجوجوبا. ونسيت اقولك ان وزن زيت جوز الهند 600 جرام من زيت جوز الهند في الوصفة. يعني زودي على الكلام اللي انا قلته في الفيديو الكبير 600 جرام من زيت جوز الهند، هيعمل لك كمية كبيرة وان شاء الله تعجبك. الصابون يا جماعة بنطلعه من القوالب تاني يوم، مش في نفس اليوم. يعني صبيت النهارده الساعة 3، طلعيه تاني يوم الساعة 1 الساعة 2، خصوصا في الصيف. انما في الشتاء لازم يبقى 24 ساعة. بالنسبة للي هتصب في قالب، انتي صبيتي الساعة 3، ممكن على الصبح الساعة 7 8 تقومي قلبة القالب وتقسمي بالسكينة، تقلبيه على كيس بلاستيك كبير وتقسمي بالسكينة، الناس اللي ما عندهاش قوالب سيليكون. برضو الصابون بنستخدمه بعد 40 يوم من عمله. يعني النهاردة 1/6، يبقى احنا هيبقى 10/7 ان شاء الله هنستخدم الصابون. كل عام وانتم بخير. اللي يوصلوا الفيديو يشترك ويحط لايك ويكتب لي تعليق حلو. السلام عليكم.